السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده باذن الله هنعمل سمك مقلي لذيذ جدا. معانا النهارده ان شاء الله سمك بولتي كبير، ومعانا هنا التوابل بتاعته اللي هنتبله بيها النهارده، يا رب تعجبكم ان شاء الله. معانا هنا سمك اهو، عشان كبير جدا انا قسمته زي السنجاري كده 2، وكمان عايزاه يبقى مقرمش معايا بالمنظر ده كده. وطبعا غسلته بالليمون والملح والدقيق. ومعانا هنا فلفل اخضر وتوم وليمون. ومعانا هنا ده مش عادة يعني، بس معانا هنا كرفس لقيته النهارده في السوق فحبيت اجيبه. انا مش دايما بحطه، بس عشان لقيته هحط بس عودين معايا في الخلطة، وكمون وكزبرة وملح. دلوقتي بقى هنعمل الخلطة بتاعتي. هقطع الفلفل زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الفلفل مع الثوم الخلطة بتاعته بتبقى لذيذة جدا وريحتها تحفة قوي، هتعجبكم. هنضيف عليه بقى الثوم، وهسيب الليمون لما اخلص الخلطة واعملها في الكبة بقى اعصره عليها، والتوابل كمان. هاخد بس عودين كده عشان طبعا الكرفس حبيب السمك، يعني السي فود والصينية، سمك الصينية والحاجات دي ما تحط عليها كرفس تبقى تحفة فظيعة جدا، هتعجبكم قوي. فالنهارده لقيته، فانا مش دايما بحطه في الخلطة بتاعتي بتاعت المقلي، بس النهارده حطيت عودين بس. ضربت الخلطة في الكبة وحطيت عليها التوابل دلوقتي، وهعصر عليها الليمون. طبعا احط ليمون كتير عشان السمك، طبعا الليمون هو كل حاجة بالنسبة للسمك. مش بعصر عليه بعد ما يخرج من على النار، عشان لو عصرت عليه بعد ما يتقلي عصير الليمون بيخليه يبقى طري، وانا عايزاه يبقى السمك كده مقرمش وحلو، ما يبقاش طري معايا زي ما انتوا شايفين كده. خلصت الخلطة، هجيب بقى طبق الدقيق. حطيت الدقيق زي ما هو اهوت، مش هعمل فيه حاجة خالص غير ان بس احط عليه معلقة صغيرة من البابريكا. وانا كده كده مملحه التوابل بتاعته، التتبيله بتاعت السمك، مش محتاج هنا اي حاجه تاني. بس انا بحب احط عليه بابريكا على الدقيق بسبب بتديله لون حلو، وكمان طعمه وريحته بتفرق كتير غير الدقيق العادي. جربوها مش هتخسروا حاجه، هتعجبكم جدا. قلبناها خلاص كده على الدقيق بالمنظر ده. هشيله بقى وابدا اتبل السمك. مش لازم اعيده في التلاجة بالتتبيله ولا الكلام ده كله خالص، لا، انا بجيبه كده واتبله بالتتبيله بتاعتي واحطه في الدقيق، وانا دلوقتي مجهزه الزيت على النار بيسخن واحطه على طول. كتر ما تحط السمك في التتبيله في التلاجة بتتبيله الثوم بيطلع طري معايا، مش بيطلع ناشف خالص، والطري ده بيبقى شارب زيته ومش حلو. اوسع كده لنفسي عشان اتبل تاني سمكة تانية كده زي ما انتوا شايفين من جوه بالمنظر ده كده. ريحة التتبيلة اصلا جميلة، والكرفس مع السمك جميل، بس قلتلك لو مش موجود مفيش اي مشكلة، اعملي بالثوم والفلفل عادي، مش لازم كرفس غير لما يكون موجود عندك وانت حابة تحطيه. نحط بقى كده دلوقتي، وانا دلوقتي حاطة الزيت على النار. انا كده عومتها في الدقيق، وبعد كده انفضها بقى كده تنفيضة عشان ما يشيلش ويسود الزيت، يبقى اسود من بدري او يبقى مش حلو. هعمل التانية واحطها على النار. بحط دقيق كده زي ما انتوا شايفين، بنفضه تاني عشان ما يشيلش دقيق كتير معاه وانا بحطها. احطه كده بالمنظر ده على النار واسيبه على بال ما اتبل بقية السمك وابدره. طبعا ريحته جميلة ما شاء الله. خلصته زي ما انتوا شايفين كده، وقدمته مع الرز حسب براحتك، رز ابيض، رز صيادية، اللي انت عايزاه. وعملت معاه سلطة جميل وريحته حلوة قوي.
يا رب يعجبكم. ما تنسوش بقى لايك وشير، سبسكرايب للقناة في مطبخ منى العدل، تقدم لكم كل جديد. يا رب يعجبكم ان شاء الله. مع السلامة.